يا صباح الجمال عليكم، احلى واجمل اخوات في الدنيا. صباح النشاط بقى، النهارده يوم كله نشاط. اول ما تشوفوا الكوبايه دي في ايدي كده تعرفوا ان انا بظبط يومي عشان نبتدي. او انا يا جماعه ما بعرفش اتحرك ولا اعمل اي حاجه غير لما اخد كوبايه النسكافيه بتاعتي على الصبح كده. الحمد لله اللي هي مش قهوه يعني. بس تعالوا بقى كده قبل ما نبتدي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. برحب بكل اخواتي وكل حبايبي اللي بينضموا ليا على القناه، بينوروني وبيشرفوني بجد. يعني لو شخص واحد والله على راسي من فوق. تعالوا كده. يعني يوم كده كله نشاط وحماس على الصبح كده. اول ما بدأنا وصحينا من النوم اول حاجة هنعملها كنت نشرة دور كده، هبدأ ان انا اخده وادخله جوه اشوف هعمل ايه يعني. هنشوف اليوم انا قلت ايه بقى ايه. تعالوا كده نتنشط مع بعض، تشجعوني واشجعكم. آه عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر كل حد بيسيب لي كلمة حلوة بتفرحني وبتسعدني. يعني بجد والله بتدوني طاقة ايجابية تخلوني ان انا عايزة كل يوم انزل معاكم فيديو. مش عايزة يعني ان انا اخر عليكم بسبب ان انتوا بتدوني بجد فعلا طاقة ايجابية بتخلوني ان انا اكون فرحانة وسعيدة. بشكركم جدا على طبعا كل اللي بتعملوه معايا. شفتوا جودي بقى طبعا دخلت خدت الغسيل عشان تدخله جوه عشان هطبقه اول حاجة. البلكونه كانت فيها كميه تراب، هي مش باينه ان هي كتيره بس كان فيها تراب. يعني ايه، كان الجو كده مش مستقر زي ما احنا شايفين. جبت كده يعني الحاجه اللي انا بمسح بيها الحيطه كده من فوق، جابت لي كل التراب اللي على الحيطه من فوق. عملت البلكونه كلها كده بقى، يعني مسكتها كده كلها عملتها بنفس الشكل ده. والله العظيم بحاول اختصر معاكم كتير قوي قوي من الفيديو، بس هنعمل ايه يعني. بصوا دخلت من ورايا الولاد دول، يعني ربنا يهديهم بجد. تعبنا خالص. طبعا خلاص بقى، كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة يا رب وانتوا في احسن حال. احنا داخلين على عيد الاضحى المبارك طبعا، وكلنا اساسي عندنا لازم نشيل ونحط ونعمل، ده العادي يعني بتاع المصريين. ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب وما يدخلش اي حاجة وحشة لاي حد، وان شاء الله يعني عيد سعيد علينا وعلى الامة الاسلامية يا رب جميعا. كنست كده البلكونه اديتها كنسه، وكنت حاطه الغساله بره كده شويه، مسحتها برضو مسحتها مسحه حلوه. وهبدا اجيب كده يعني ملايه مثلا مش بكون بستخدمها ولا حاجه. انا جبت الملايه دي مش بستخدمها، بس يعني هي كانت فاتحه شويه، بس قلت اغطي بيها الغساله عشان ما تتمليش تراب وكده وما تبص يعني مني. يلا بينا يا جماعه نكمل بقى. طبعا خليت البلكونه زي الفل. عايزه اقول لكم البطانيه دي كنت غسلاها برضو سايباها كده تنشف براحتها، وكنت بغسل بقى بطانيه تانية لحماتي وكده. فقلت ان انا ايه هغسلها وهنشرها معاكم دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه بقى الكتب بقى والكراريس والحاجات دي، طبعا كلنا عندنا الكلام ده دلوقتي ايام امتحانات، ربنا معاهم يا رب. ربنا ينجحهم ان شاء الله ويكبر خاطرهم جميعا. عايزه اقول لكم يعني الموضوع صعب قوي. انا عندي بنتي مثلا في سنه اولى اعدادي، كنت كل ما ذاكري يا حبيبتي في الداخله والخارجه، ذاكري يا حبيبتي، كاني بقول لها ايه ما تذاكريش يا ماما ما تذاكريش فاهمين. فالمهم بقى دلوقتي انا دخلت الصبح لقيتها ايه، شفتوا هي كانت حاطه المخده كده والملزمه، لقيتها نايمه في وسط الملازم. والله تستاهل، انت لو وصلت نفسك تنامي في وسط الملازم كده. فربنا يهديهم. فانتوا يا جماعه ما حدش يقول لاولاده ذاكروا وما تذاكروش. انا بحس ان الاولاد بتاعند ذاكر يا حبيبي، لا مش هيذاكر بقى ما دام انت قلتي ذاكر مش هيذاكر، لكن لما تسيبيه كده براحته هو هيذاكر مع نفسه. وربنا معاهم يا رب وربنا يفرحهم. وادعوا من قلوبكم لكل ولادنا وكل طلاب الثانويه العامه بالتوفيق والنجاح ليهم جميعا يا رب. ربنا يهديكم على قد تعبكم وربنا يفرحكم ان شاء الله. انا كده بقى بدات زي ما قلت لكم اخد الغسيل انشره. على فكره ان النور كان قاطع هنا وانا ما كنتش طايقه نفسي، يعني عارفين اني بعمل ومش قادره من الحر، الحر مفرهدني. وطبعا بصوا هفصل دلوقتي ومش هقدر ان انا اكمل غير لما النور يجي. وعايزه اقول لكم ان انا مثلا بدأ كانت الساعة حوالي 10 الصبح او حاجة يعني كده، فانا قفلت بقى عشان النور قاطع. ما قدرتش ان انا اكمل. فعايزة اقول لكم رسيت ان انا خلصت الشقة. انا كنت بروق الشقة كلها بس انا ما صورتش معاكم غير الغرفة بتاعت الولاد وكده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا قلت نشجع بعضينا دايما. بحس ان فيديوهات الروتين والله بتشجع يا جماعة. انا نفسي لما اكون كسلانة كده واجي اتفرج على نفسي بلاقي نفسي بقوم بسرعة اتنشط كده
واقوم اعمل اي حاجه. فربنا يقويكم يا رب في الجو ده واليومين الصعبين دول. يلا بينا. خلاص كده كنت شطبت بقى الغسيل. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم ان لميت الفرش ده ودخلته تاني اخد دور. يعني الغسيل ده ما بيفضش يا جماعه خالص. انا مش عارفه العيب فينا ولا العيب في الغسالات دي ولا ايه بالظبط، مش عارفه. عماله ما نغسل حاجه يكون حاجه تانية اتجمعت معانا والموضوع صعب. هتلاقوا دفايات كده ومفارش بطبقها. على فكره ان الولاد بالليل الاوضه دي فيها البلكونه وكده، فبيبقى الجو ساقع قوي، فبضطر ان انا افرش عليهم الدفايات دي لان الجو بيبقى ساقع قوي في الاوضه دي. ويا رب يفضل كده. انا بتمنى من ربنا ان هو يفضل كده، عشان انا من الناس اللي كنت بعشق قوي قوي الصيف. ما بقتش يعني من كتر ما انا استويت في الحر ده ما بحبش. يعني وانا الشقه بتاعتي فوقها سطوح وما فيش شقه، يعني بيوريني صيف بجد. يلا بقى، لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لاختك اللايك، وكمان تكتبي لها كلمه حلوه منك تفرحني وتسعدني. وبجد يعني ربنا يكبر خاطركم زي ما انتوا دايما جابرين خاطري. بشكركم جدا على والله العظيم على كلامكم الحلو اللي بيشجعني. بصوا انا هنا بقى شلت الفرش بتاع السرير وكده، وهبدا ان انا اطلعه عشان احطه دور زي ما قلت لكم. ويلا نشوف هنعمل ايه. وخلاص احنا كده هنشيل الفرش بقى وهنبدا ان احنا نغسل الحاجه. انا كنت هشيله على فكره في الفيديو ده، بس قلت ايه يعني مش مهم النهارده، لان ده كان روتين يوم الخميس. وانا من صغري او متعوده ان يوم الخميس ده يجي الجمعه لازم تبقى، يعني مهما يكون بعمل طول الاسبوع، بس يوم الجمعه لازم البيت كله يبقى نضيف، لازم الجو يبقى حلو كده. ده من ايام يعني مامتي كانت دايما بتعمل كده. يعني باباكم اجازه بكره يا ولاد، لازم الدنيا كلها تكون رايقه، لازم يبقى عيد بكره. الله يرحمه ويسامحه. بصوا انا هنا شلت الفرش، وهبدا ان انا اخده بره بقى في المكان اللي بنفض فيه الفرش وكده اول حاجه، وهنفضه. وهكنس الارض كمان عشان لما اجي انفض السراير وكده واجي المع مفيش اي اتربه تاني تنزل لي يعني من على الارض تيجي على الحاجه. يبقى انا كده ماشيه بالترتيب وماشيه زي الفل. وعايزه اقول لكم زي ما انتم شايفين مفيش الحمد لله رب العالمين ولا اتربه ولا اي حاجه. بس هو مجرد يعني ولادي ما هو مش كبار قوي يفضلوا بقى يبهدلوا في الدنيا، يكركبوا في الحاجه، بتبقى كركبه بس مش اكتر. لكن تراب ما بسيبش تراب على فكره، مع ان انا في مكان يعني التراب فيه استحاله تمنعيه. هاتيلي كوبايه النسكافيه دي بعد اذنك. ماشي يا حبيبتي، شكرا. انا كنت منفضه يا جماعه الكلام ده، بس انا يعني ما رضيتش اجيبه معاكم وكده. البلكونه دي مسكت الخشب لما كنت بعمل بلكونه نفضتها وكمان لمعتها. يلا بينا. الحمد لله يعني المكان كان نضيف، بس زي ما قلت لكم هو كانت كركبه الولاد، مكان ما كانوا بيذاكروا كانوا بيلبسوا الصبح قبل الامتحانات، وغسيل كان عايز يتطبق. يعني يا جماعه كل يوم من ده، بس هنعمل ايه؟ هي دي سنه الحياه وربنا يقوينا. ودايما نشكر ربنا ان احنا واقفين على رجلينا وبنعمل الحمد. فالحمد لله يعني على كل حال، نشكر ربنا على كل حال. عايزه اقول حاجه يا جماعه بجد، والله افتكرتها كده وانا ايه بلمع معاكم بقى الخشب. يعني كل ده احنا عارفين احنا بنعمل ايه، فمننا ندردش كده في الفيديو ده. الفيديو ده يعتبر دردشه اكتر من اي حاجه يعني. بس الاول بقى بصوا على الحركه اللي جايه دي بقى، غمضي وفتحي. بصي تعرفي تعملي كده؟ لو تعرفي اكتبي لي في الكومنتات. بصي بقى، بس فرشت لهم طقم بقى كده سرير رايق كده خالص، شكله حلو. بحب اللون ده قوي. وبحب افرشه كده، بحس ان هو بيغير جو الشقه خالص. تعالوا بقى قبل ما الفيديو بتاعنا يخلص، عشان خلاص يعني هو على تشاطيب، هو خلاص خلص. بالله عليكم بلاش ضغط يا جماعه لطلاب الثانويه العامه. اصل ابن فلان لو جاب اعلى منك انت ما عارف انا هعمل فيك ايه. اصل ابن خالتك لو جاب مش يا جماعه بالله عليكم ما فيش ضغط على الولاد، سيبوهم في حالهم، واللي ربنا كاتبه لهم هيشوفوه. انا مش بقول ان نتيجه الثانويه العامه دي نهايه العالم على فكره، يعني كله خير من عند ربنا، وربنا مدي كل واحد شايل له الخير وشايل له اللي بجد يعني اللي ليه اللي هو خير ليه. ده نصيبك وده الخير، ده الخير اللي ربنا شايله لك. مش عارف بقى، مش عارفه الكلام ده بقوله صح ولا لا، بس بلاش ضغط على اولادكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله.